السلام عليكم، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبأحسن حال. اهلا بكم في قناة أميرة الديكور. الصالون هو قلب الدار، وهو اللي يمد الانطباع الاول للضياف. اختيار الاثاث وخاصة طابلة الصالون ماهوش مجرد ذوق، هو فن. لازم نعرفوا كيفاش ننسقوا الحجم مع المساحة، واللون مع الكابيتوني، والستيل مع الستائر. في فيديو اليوم حبيت نشارك معاكم تشكيلة من أحدث موديلات طاولات الصالون العصرية والكلاس التي تتماشى مع كل الأذواق. راح تديو أفكار بزاف باش تزينوا بيوتكم وترجعوها تبرق. خليكم معايا، شوفوا معايا هذا الجمال. الموديلات اللي راها تجوز كامل مستطيلة ومربعة، وهذا هو الستيل اللي مدهم موشان للصالونات الواسعة. نبداو بالألوان. اللون الوردي مع الكابيتوني راهو داير حالة، يمد لمسة أنثوية ودافئة بزاف للقعدة. أما الطوابل اللي يجوا بالمعدن والزجاج فهذيك هي اللي ترجع الصالون يبرق كأنه قصر، وتمد إضاءة للمكان. كي تختاروا طابلة مستطيلة ركزوا دايما باللي لازم تكون متناسقة مع طول الكابيتوني، هكذا باش المنظر يكون مريح للعين. والموديلات اللي فيها التفاصيل الذهبية ولا الفضية تخرج بزاف مع الرخام ولا الزرابي المودرن. البساطة دايما هي سر الشياكة. قطعة واحدة تكون كلاس تكفي باش ترفد لك كامل القاعة وتخلي ضيوفك ينبهروا بذوقك. نزيدو نحكيو شوية على هذه الموديلات المستطيلة والمربعة اللي راها تجوز قدامكم. علاش بزاف نسا يفضلوا هذا الستيل؟ لأن الطوابل المربعة والمستطيلة هي اللي تمد هيكلة للصالون، خاصة إذا كانت القاعة نتاعكم كبيرة. شوفوا معايا هذيك اللمسة تاع الكابيتوني في الجوانب تعطي دفئا كبيرا للقعدة وتخلي الصالون يبان معمر وشيك. ونقطة مهمة بزاف لازم نقولكم ليها، هي الألوان والموديلات اللي راها باللون الوردي الهادئ تخرج روعة مع الصالونات اللي لونها رمادي ولا البيج، تمد كونتراست هايل للعين. أما الطوابل اللي يجوا بالزجاج والمعدن فهدوك هما الحل السحري للصالونات الضيقة، لأن الزجاج يخلي الذوق يجوز ويبين المساحة أوسع مما عليه. بالنسبة للزينة هذو الطوابل بحد ذاتهم قطعة فنية، يعني حتى لو حطيتي فوقهم حاجة بسيطة كيما فاس صغير ولا شمعة راح يبانوا فخامة. دايما تذكروا باللي الصالون هو مراية ذوقكم، واختياركم لهذه الموديلات المودرن دليل على أنكم تحبوا تجمعوا بين الراحة والجمال في نفس الوقت. كانت هذه هي التشكيلة اللي اخترتها لكم اليوم، موديلات تجمع بين العصرنة والفخامة. نتمنى تكون هذه الصور عطاتكم إلهام باش تغيروا في ديكور بيوتكم، لأن الديكور المنظم والجميل يمد طاقة إيجابية لينا وللعائلة نتاعنا. شكرا لكم اللي كملتوا الفيديو للأخير. ربي يهنيكم في بيوتكم، وإلى اللقاء إلى الفيديو القادم إن شاء الله.